السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد أن كان مقررا عودة المنتخب المغربي من دولة قطر إلى المغرب يومه الاثنين بعد أن أنهى مشاركته التاريخية بالمونديال قطر 2022، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم والجامعة الملكية تأجيل عودة البعثة الرسمية للمنتخب المغربي لكرة القدم إلى المغرب نظرا لتلقيه دعوة سابقة من الفيفا لحضور المباراة النهائية لكأس العالم التي جرت بين فرنسا والأرجنتين. هذا وقد تزينت الشوارع التي سيمر منها موكب المنتخب بالأعلام واللافتات، وحضر البروتوكول الملكي وسلطات ولاية جهة الرباط سلا مراسم الاستقبال الذي سيكتسي طابعا احتفاليا تاريخيا يتلائم والإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب كأول بلد عربي إفريقي يصل إلى النصف نهائيات متفوقا على فرق عتيدة. تجدر الإشارة إلى أن مركز محمد السادس الدولي بالمعمورة سيكون أول محطة للمنتخب المغربي بعد نزوله بمطار الرباط سلا صباح غد الثلاثاء، ثم الانتقال إلى فندق سوفيت الحدائق الرباط، ومنه سينطلق الاستقبال الكبير عبر أهم شوارع العاصمة الرباط عبر حافلة مكشوفة لتبادل تحايا المغاربة بشكل يعبر عن امتنان الشعب للمنتخب بمنجزاته في معركة المونديال الرياضية. وسيكون الملك محمد السادس في استقبال البعثة الرياضية بالقصر الملكي العامر بالرباط، حيث سيجدونه في استقبالهم لتهنئتهم تهنئة خاصة وتنظيم حفل عشاء فاخر قبل توشيح صدورهم بأوسمة ملكية سامية وبكل معاني الكلمة ونكران الحقوق والعمل بمكيالين وخرق كامل القواعد والأعراف. أصرت الفيفا على حرمان حارس المنتخب المغربي ياسين بونو من جائزة أفضل حارس في كأس العالم قطر 2022، ومنحتها لحارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز. وبالأرقام الدليل على أحقية بونو كان أفضل خلال هذه البطولة، فقد استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في 7 مباريات، بينما مارتينيز استقبل 8 أهداف في 7 مباريات. كرة القدم تدار جوائزها عن طريق شركات المراهنات والإعلانات والرعاة. ونقطة آخر سطر. وعز الدين أناحي الذي أبدع وقدم مستويات جيدة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 كان يستحق أن يكون في البوديوم كأفضل لاعب واعد في المونديال. اللاعب كان رقما صعبا في هذه النسخة وبشهادة جوزيه مورينيو ولويس إنريكي. وإليكم شهادات في حق أناحي بأنه الأفضل من أكبر المدربين العالميين. Gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.